اي شخص ومهما كان بيتجاهلك بهذه الطريقه هذه اللي غادي نهضروا عليها، فاعلم انه كيحبك كثير، وتاكد انه مهووس بالعشق ديالك اكثر ما تتخيل. وغتقول لي كيفاش؟ انا غادي نجاوبك وبكل بساطه، ما عليك غير تسمع مزيان معايا في هذه الكلمات. اي شخص يتجاهلك ويرفضك، ايا كان زوج حبيب او العكس زوجة او حبيبة، كيكون رد عكسي لرفضك ليه، رغم كل محاولات ديالو الكثيرة والمتعدة باش يرضيك. ولكن انتي كنتي كتقابلي كل هاد الاشياء بتجاهل، برود، عدم الاهتمام لكل هاد المحاولات باش يرضيك، رغم ذلك رفضتي حبه ليك، الشيء اللي خلاه يتجاهلك ويهجرك رغم انه مهووس بعشقك وحبه ليك الكثير. لانه بكل بساطه بغى يصون الكرامه ديالته وعزه نفسه رغم حبه ليك، لانك وصلتيه لحاله خلاتو يحس براسو مدلول وبلا كرامه بسبب رفضك الحب ليه، وتعاملك البارد والسيء اللي جعلو يقرر يبعد عليك باش يحافظ على كرامته وعزه نفسه. لان هاد الشخص تعب ووصل لواحد المرحله ديال النفور رغم مجهوداته باش يتقرب منك، خليتيه ينكسر في قلبه بسبب نفورك ليه اللي جعله كيكرهك. كل هذا كيبين وكيوضح ان هذا الشخص كيحبك وكيعزك من قلبه، ولو كان ما كيحبكش لهاد الدرجة كتير صعيب باش انك ترجعوا ليك. لهذا السبب يقال: لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن قاسيا فتكسر. لي المعنى ديالتها عميق بزاف. الشخص هو اللي يوازن أفكاره وتصرفاته في جميع أمور حياته، وخاصة تعاملاته مع اللي كيحب، كل مرونة وليونة وتقبل أحاسيس الآخرين. لأن كثرة التجاهل والثقل، وبالأخص بالنسبة للمرأة اللي كتبغي تقل وتعزز نفسها أكثر باش تحس بحب حبيبها ويلحقها في كل مرة، خطأ. خطأ وخطأ كتير. ضروري تقل، ولكن معدل وسط وبدرجة اللي كتكون معينة، لأن كثرة التجاهل والثقل كتدي بينا العكس، لذلك ما يبالغش الشخص كتير من اللازم. وأما بالنسبة للشخص اللي هجرك وبعد منك بعد ما حس راسو مجروح وكرامته تهانت، رغم محاولته الكثيرة باش يبرهن ليك على حبه ومشاعره واهتمامه، وبذل جهد كتير باش يرضيك، ولكن انت كنت كتقابل كل هاد المشاعر بتجاهل وبرود ورفض وصد وتهرب اللي جعلو يبعد عليك رغم حبه لك الكثير. حاول يكبح المشاعر ديالو ويسيطر عليها وعلى سلوكاته وتصرفاته باش يحافظ على كرامته وشخصيته، وما يحش انه مدلول رغم انه كيحبك كتير ومن قلبه. هاد الشخص صعيب وكتير تردو وتراضيه وترجعوا ليك وتصلح علاقتك بيه، إلا كنتي كتحبو ومهتم بيه وكيعنيك يبقى في حياتك. أما إلا كنت ما كتحبوش أصلا وكنت كتعمد كل هذيك التصرفات وانت قاصدها بالفعل، هذا شيء آخر نتحدث عليه من بعد فيديو آخر. ولكن إلا كان يهمك أمره وكتبادلوا نفس الأحاسيس والمشاعر، وكنت كتعمل كل هاد الأشياء غير باش تعرف القيمة ديالتك عنده ومدى الحب ديالو ليك، فواجب عليك تراضيه بمبادرة الاتصال به والاهتمام وبالسؤال على الأحوال ديالو، وتحسوا أنك مهتم به والاطمئنان عليه وعن سبب الغياب ديالو وبعده. وضروري من هاد الخطوة، لأن هاد الشي كيبين له أنه مهم في حياتك ويحس أن عنده قيمة ومكانة في قلبك. وحاجة أخرى، في أي مناسبة كانت تفكروا بهدية ولو رمزية، عيد ميلاده أو أي مناسبة وفرصة كتتاح ليك. وآخر حاجة، طلب منه موعد للقاء وجها لوجه، لأنه كيكون تفاعل وإحساس أكثر من مجرد مكالمة على الهاتف. هذا كفيل وكافي يرجع يحرك مشاعره تجاهك ويبين له أنك كتبادلوا نفس المشاعر والأحاسيس. ولكن كل هاد الأمور اللي تحدثنا عليها تعملها غير لما تتأكد أن هاد الشخص بذل كل هاد المجهودات ديالو باش يكسب قلبك وحبك، وضحى كتير باش يعبر ليك عن حبه، ولكن انت كنت كتصد وكترفض هاد الحب ديالو ليك. باش تتأكد
من حبه ليك بالفعل. اما الا كنتي انت اللي كتبحث عليه وكتهتم به وتعبر ليه عن حبك وهو كيبتعد وكيتجاهل كل اهتماماتك بالرفض، فحذاري ثم حذاري التعامل معاه بهذه الطريقة هذه. وهذه الطريقة نعملوها حنا للشخص اللي يحبنا ويحاول يعمل كل الجهد ديالو باش يتقرب منا ويحبنا. هذا هو الصح وهذا ما كنتمنى هذا النقاش يكون فادكم ولو بالقليل، ويكون تنبيه لكل من كيهمو الأمر. في انتظار تفاعلكم وآرائكم. السلام عليكم.